فيلمنا بيبدأ ببيجو وهو رايح لراغب وبيقول له لقيناها وبتكون في حيدرآباد. بنروح لسيا وبتكون بتضرب في ناس كتير وبنعرف بعد كده ان هي اتجهت للتمثيل وكل ده كان تمثيل. وبيوصل راغب ليهم وابو سيا بيكون فاكرهم تبع التمثيل لحد ما راغب بيضربه وبيقول له كان ناوي يرجع فلوسه وبيضربه تاني. وسيا بتخرج وبتلاقيه وبيخطفوها وبيروح يبلغ الشرطة، بس اول ما بيسمع اسم راغب بيقول له يروح يكلم حد من الوزراء وبيروح للوزير فعلا، بس بيقول له انه مش هيعرف يعمل له اي حاجة. وبياخد راغب سيا على برج الحراسة في تايلاند، ومنتج الافلام بيقول له مفيش حد يعرف ينقذ سيا، بس ابوها بيقول له ان مفيش غير شخص واحد بس. وبيكون روني واقف على صابعين من ايده، واحد بيجي يقول له يكلم الدكتور وبيروح له وبيقابله وبيقول له ان صوبه ممكن يتكلم تاني بس لازم يجهز الفلوس عشان الدكتور اللي يعمل العملية مش هيفضل كتير في الهند. وبيروح المنتج وابو سيا وبيشاور ليه ابو سيا وبينزل المنتج يكلمه وبيعرفه بنفسه وبيقول له ان هو منتج افلام والبطلة بتاعته اتخطفت وهو عايز يرجعها وهيدفع له اي حاجة. وبيوريه صورتها بس هو بيقول له لا وبيمشي وبيقول له انت بتحبها. وبيقول لابوها انه مش هيروح عشان ده بيكرهها، بس ابوها بيقول له لا هو مش بيكرهها. وبيكون هيتحرك بالموتوسيكل بتاعه وبيفتكر اللي حصل بينهم، والمنتج بيقول له غيرت رايك؟ قال له ان هو هيرجعها بس عشان الفلوس وبيمشي. وبيكون روني بيدور على المعلومات عن راغب والعصابه بتاعته وبيكون رايح تايلاند عشان يرجعها. بنرجع فلاش باك وبتكون سيا بتمد ايديها تحت المطر وبتكون المطره بطلت فبتفضل تتكلم في السحاب، وروني بيكون معدي وبيلاقيها بتتكلم وبيقف ويضحك وبتلف بتلاقيه واقف وبتقول له خلصت؟ قال لها من ايه؟ قالت له من انك تبص ليا، بس بيضحك وبيقول ان هو كان مستني. قالت له مستني مين؟ قال لها مستنيكي، وبتتريق عليها عشان كانت بتكلم الغيوم وبتقول له من حسك الفكاهي ده هيخليه حاجه كويسه وكل مكان هتروحه هيقولوا ليك ابعد عن وشنا. وبتضحك والقطر بيقف وبتروح لامها وبيكون ابوها جاي عليهم بس بيوقع قهوه على هدومه وبيروح يبدلها مع واحد تاني وبيرجع اليوم تاني. وبيكون بره القطر وبيلاقيها وبتبص له وبيكون راغب في القطر والشرطي بيقول له يستريح وبتقول له ماني هتخرج؟ قالت لها ان ابوها هيتضايق. قالت لها ده هو بره اصلا. وبتخرج تقابل روني وبتقول له يلتزم حدوده ويشيل اي افكار وحشه عنها. قال لها مين قالك ان انا عندي افكار وحشه عنك؟ ممكن تبقى افكار كويسه وصح. وبتقول له كل حاجه انتهت. قال لها لا ده كل حاجه ابتدت وبتمشي، بس الجو بيمطر تاني وبتكون مبسوطه وبيقفوا وبيرقصوا سوا. وبيكون راغب معدي وبيشوفها وبيفضل مركز معاها بس بيمشي مع بيجو. وبيكون القطر يتحرك وسيا بتقول له روني ان ابوها مش موجود وبيروح يدور عليه، بس سيا بتلاقي ابوها جوه وبتقول له ان ابوها هنا وبيجي يجري عشان يلحق القطر بس بيخبط في شنطه وبيقع وبيكمل جري بس مش بيلحق والقطر بيمشي. وبيروح راغب وبيجوا لابوه بيدوا له التحيه عشان بيكون المعلم بتاعهم، وبيكون راغب هو اللي هيبقى القائد بتاع سباق القوارب لمده 7 سنين ورا بعض. وبيسال ابوه ليه؟ قال له عشان ده تقليد عندهم ان افضل تلميذ في الاكاديميه هو القائد. وبياكل ابوه بايده قبل ما ياكل كانه لسه طفل بياكل ابوه. وبيروح روني للاكاديميه وبيكون كلها محاربين وبيدخل جوه المعلم وبيكون بيمارس اليوجا وبيدخل يقلقهم وبيقول له ان ابوه بعت له رساله وبيطلعها له. وبيكون ابوه والمعلم كانوا اصحاب وبيقول له ان الوقت اللي هتوصل لك في الرساله ده هيبقى ميت. وبيقول له وقت واحنا في الجيش وبنحمي بلدنا نسينا نحمي اطفالنا وعيلتنا، وابنه بقى متمرد ومش بيتبع اي قانون، وفي البدايه كان حابب كده بس دلوقتي بقى خايف عليه لما يموت. وبيقول له ينقذ ابنه ويعمل منه انسان. وبيقول له المعلم انت سنك كام سنه؟ قال له 23. قال له هو 68. وبيكون مش مصدق وبيقول له المعلم شايفك انك بتحب تضرب اي حد. قال له لما حد يخليني اعمل كده بس. فبيمسك المعلم صبعه وبيقلبه على الارض وبيقول له يقوم عشان هو ما كانش مستعد. وبيقوم روني بيقول ان هو مش بيضرب النساء ولا الاطفال ولا العواجيز. قال له ما تحاول. قال له ما تخلينيش اعمل كده، بس بيقلبه على الارض تاني. وبيروح للمكان بتاعه وبيقابل هاريش وصوبه وبيكون صوبه مش بيتكلم وبيقول لهم فين السرير؟ صوبه بيفرش له حصير على الارض. قال لهم والمكيف؟ بيفتحوا لي الشباك. قال لهم طب والثلاجه؟ قالوا لي الفخار ده. قال لهم في حاجه تتاكل؟ قالوا له انت اللي هتعمل الاكل بنفسك ومش ليك ده للكل. وبيكون سباق القوارب شغال وسيا بتكون هناك وبتشجع وبيشوفها راغب وبيكون مش مركز بس بتشجعهم وبيكسبوا السباق. وبيروح راغب يدور عليها بس مش بيلاقيها وهي ماشيه وبيكون معدي وراها والجو بيمطر وبتروح تقف كالعاده في نص الشارع. وبيشوفها روني وبيروح يقف معاها وبتقول له انت؟ قال لها انت لسه فاكراني؟ قالت له ازاي هنسى اللي فاتوا القطر. قال لها روني ان هو عمل كده عن قصد عشان ايه الفايده ان هو يطلع قطر ما فيهوش بنت جميله وبيضحك. وبيسالها عايشه هنا؟ قالت له لا هي جت هنا عشان تقابل جدتها. وبيقول لها كويس ممكن يتقابلوا كل يوم. قالت له هو في سبب؟ قال لها ان كل ما يتقابلوا الجو بيمطر. وبيقول لها تعالي نطلع على المناره دي وبيجي يروح بتشده وبتقول له ان الجو بطل وبتيجي تمشي بيشد ايديها
وبيقول لها لو في حاجه تربطهم فالمره الجايه لما الجو يمطر هيتقابلوا، وبتمشي. وبيكون رغف بيتمرن وبيكون روني خارج وبيشوفه وبيكون منبهر بيه، وبيكون رغف قوي جدا وبيفتكر سيا وهو في سباق، بس واحد بيعوره فبيزهق وبيكون بيضرب فيه جامد، بس ابوه بيلحقه وبيضربه ضربه في عظمه الترقوه وبيقول له ده وقت نومهم. بيقول له ان هو كان بيتمرن وبيساله هو كل، قال له ازاي هاكل من غيره، قال له هستناك، وبيمشي. وبيكون روني مع هريش وصوبه، وبيكون روني بيتكلم عن سيا بس هريش بيقول له ينساها، بس ابوها بيقول له اوعى تنساها، وبيروح يقعد معاهم وبيروح يشرب منهم وياكل معاهم، وبيكون بيحور عليهم عشان ياكل ويشرب معاهم، وروني بيضحك وبيقوم يمشي. وبيكون روني نايم وبيروح المعلم يصحيه وبيخليه يتدرب، وبيكون مش عارف يعمل اي حاجه في البدايه، وبيكون بيخليه يمسح ورا رجله الدقيق اللي عمله، وبيغسل هدومهم وبيعمل الاكل. والجو بيمطر تاني وبتيجي سيا تخرج بتلاقي رغف في وشها، وبتكون فاكره ان هو اللي كسب في السباق، وبيروح يقابل ابوها، وبتروح سيا تجهز الشاي، وبيعرف ان رغف غني جدا، وبيقول له رغف انه عاوز يتجوز بنته، بس يقول له المفروض ابوك هو اللي يجي يتكلم معايا زي ما العرف بيقول. وبتروح امها تقدم الشاي، وبيكون رغف فاكر ان سيا هي اللي بتقدمه، وبتصدم لما بيشوفها، وبيكون ابوها عمال يهري وبيقول له ان انا نجمة افلام دلوقتي، بس رغف بيعرض عليه فلوس وبياخد الشنطه وبيوافق، وبيقول له يحددوا الميعاد، وبيمشوا. وبتروح سيا على المناره اللي كان روني قايل لها يتقابلوا عليها، وهو بيكون موجود برضه بس مش بيكونوا شايفين بعض. وسيا بتكلم السحاب وبتقول له يروح ينط عنده عشان يعرف ان هي هنا مستنياه، وبيضحك روني وبتلاقيه في وشها وبيهزروا سوا وبيكون قربوا من بعضهم. وبتديله سيا خاتم وبتقول له ان الخاتم ده بتحبه وما يخلعوش من ايده ابدا. وبيرجع روني بيلاقي المدرب مستنيه وبيقول له ان ده مش فندق، بس روني بيقول له ان هو ما جاش هنا بمزاجه وهو مستعد يتعلم، بس محدش بيعلمه اي حاجه. قال له مش هعلمك، بس روني قال له ان هو مش محتاج اصلا، والشاولين افضل من فنون القتال ومشهورين في العالم كله، واروح اتعلم من هناك. بس بيقول له استنى، وبيقول له في سنه 1542 راح اللورد بوذا للصين، وهو اللي عمل الاساس بتاع معبد شاولين وعلم بوذا 18 راهب هناك. وبيكون روني مصدوم، وبيروح المدرب يضربه وبيخليه يرجع كل اللي شربه، وبيقعدوا قدام مرايه، وبيقول له لما الغزال بيصحى في الغابه بيقول لنفسه لو ما جريتش بسرعه النهارده هموت، ونفس الوقت الاسد بيصحى من النوم وبيقول لنفسه لو ما جريتش باقصى سرعه هموت من الجوع، وسواء كنت اسد او غزال فانت لازم تجري، ومفيش فرق بين الباغي او الجندي، والدافع هو اللي بيخلي ان الشخص باغي او جندي. وبيقول له خليك باغي بس خلي عندك هدف، وبيقول له عاوز تكمل تدريب ولا تمشي. قال له روني وامتى بدأ التدريب اصلا عشان اكمل؟ فالمعلم بيتحرك تحركات وروني بيصدها وبيكون مصدوم، هو ازاي بيصد كده؟ وبيفتكر التمارين اللي كان بيخليه يعملها وهو فاكر يعملهاش لازمه، وبيقول له ان هو بدأ تدريبه من اول يوم جاي فيه هنا. وبيبدأ روني يتدرب مع المعلم وبيعلمه الضربه اللي بيضربها وبتكون بتكسر العظم، وبيبدأ روني في التدريب بجد وبيكون مستواه اتحسن في كل حاجه، وبيكون المدرب بيدربه على اصحابه في التمرين او معاه، وبيشوف روني المدرب واقف على صابعين الحركه اللي كان روني عاملها في الاول، وبيكمل تمرين. ورغف بيروح يقول له ان هو كويس وبيشكره روني. وبيخرج روني وسيا وبيكونوا بيشتروا حاجه للمعلم، وبيلاقي الراجل اللي كان معاهم بس بيكون ده ابو سيا، وبيوقف روني توك توك عشان سيا تمشي قبل ما ابوها يشوفها، وبيقول له هي ليه حبيبته مشيت عشان كان المفروض يعرفوا عليها. قال له مره تانية، وبيقول له تعالى نشرب، قال له ان هو بطل شرب، قال له عادي تعالى انا اشرب وانت تدفع. وبيلاقي الخاتم اللي سيا ادته له في ايده وبيحاول ياخده منه، بس روني بيبعد ايده ويقول لابوها عاوز تتجوزها؟ قال له ساله امتى؟ قال له ما يعرفش، قال له ما تفكرش وده مش تهديد ده نصيحه. وبيروح يحكي الرغف اللي حصل، بس قال له ان هو هيتجوز سيا حتى لو اضطر ان هو يتخلص منه، بس ابوه بيسمعه وبيقول له انت قلت ايه تتخلص منه؟ هتموته يعني؟ قال له هو بيحب البنت دي. قال له انت ممكن تكسب غيرك بقوتك بس ما تدورش على الحب بالقوه، وهو مش هيسمح بالظلم ده طول ما هو عايش. وبيمشي وبيروح رغف ياكل المعلم كالعاده وبيعتذر له وبياكل منه، بس بيكون مسمم الاكل، وبيحاول المعلم ياخد ميه بس بيبعد عنه، وبيفضل يتخنق وبيحاول يوصل للماء لحد ما بيموت. وتروح العصابه رون وصوبو وبيقولوا لي يجي يكلم رغف، قال له انه ما فيش مشكله بس صوبو يخلص اكل ايس كريم بتاعه، وبيكون بيمد ايده عشان ياخد صوبو، بس روني بيمسك ايده وبيقول له خلاص، وبيمشوا. بس وهم ماشيين بيخطفوا صوبو من روني، وبيجري روني وراهم وبيكونوا واقفين مستنيينه، وبيفضلوا يرموا صوبو لبعضهم بس بيتخبط، وروني بيزهق وبيضرب ضرب فيهم واحد ورا التاني، وبيجروا وبيطلع وراهم بس مش بيلاقيهم، بس صوبو بيرمي طبق برجله من على السطح عشان يعرفوا مكانه، وبيمسك طوبه وبيضرب اللي ماسك صوبو وبيروح يمسكه قبل ما يقع، وبينزلوا وبيلفوا داير حواليه وبيبدا ضرب فيهم واحد ورا التاني، وبيكون بيضربهم بافتراء، وبيفضل يضرب في اللي خطف صوبو منه وبيكون هيموته، بس صوبو بيقول له لا وبيجري، وبيروح رغف لروني وبيشده وهو قاعد مع صوبو، وبيكون مش عارف فيه ايه، وبيكون رغف اقوى بكتير كالعاده وبيصد اي ضربه من روني وبيضربه جامد، وبيكون بيخنق روني، بس روني بيضربه بالرجل والعصابه كلها بتجري وراه، بس بيروح روني على البنزينه وبيمسك الخرطوم بيغرقهم كلهم بنزين، ورغف بيدخل وبيغرقه هو كمان، وبيقول له ان صوبو عمل له ايه؟ قال له ان هو اللي عمل لما دخل حياه سيا عشان هو بيحبها. روني قال له بس هي بتحبني. قال له ازاي هتحبك وانت مش عارف تحمي نفسك؟ بس روني غرق نفسه بنزين وبيقول له ان هو مستعد يموت عشانها، لو انت مستعد
تعالى، بس مش بيروح. بنرجع تاني بعد ما بيروح بانكوك وبيدخل راغف على سيا وبتكون متكسر في كل حاجه وبيقول لها ما تخافش، بس بتقول له ان هي هتموته اول ما يجي لها الفرصه. قال لها هو بيحب فيها كده عشان هي مختلفه، وبيقول لها ان المدينه دي بتاعته فما فيش اي حد هيجي ينقذك. وبيدخل روني بانكوك وبيكون واحد اعمى ونسيبه معاه، وبيقول له ان في واحد جاي عليهم. قال له يبص على البنات، قال له لا، قال له هو ايطالي ومش هيشك فيهم. وبيكون واقف وراه وبيقول له بشره بيضه وستره سودا، انت ايطالي. بس بيديله ورقه وبيكون فيها عنوان وبيقول له عاوز يروح هناك وبيركب. وبيكون جوز اخته بيقول له هيمشي ازاي، وروني بيكون قاعد مستغرب. وبيقولوا لبعضهم ان الايطالي مش هيفهموا عشان بيتكلموا هندي، بس روني بيقول لهم ان هو مش فاهمهم خالص. وبيوقف العربيه وبيقولوا ليه ما يبلغش الشرطه عشان هم محتاجين الفلوس، بس بيقول لهم ان هو مش عنده وقت. بس السواق بيقول له يتفرج هو يعمل ايه، ومفيش سواق شبهه ببانكوك كلها، وبيمشي بسرعه ويوصل للمكان في اقرب وقت. وروني بيخرج وبيقول لهم لو عايزين فلوس تعالوا معايا. وبيدخلوا وبيكون قاعة قتال غير شرعيه وكلها رهانات، وبيكون عندهم بطل وبيموت اي حد وبيكون بيتحدى اي حد. وروني بيشوف الكاميرات في المكان وبيقول للعنه يراهن بكل اللي معاه، وبيدخل وبيقول له نسيبه. وقال لك ايه؟ قال له راهن بكل اللي معاه. وبيقول الايطالي طوله كام؟ قال له حوالي متر و80 سنتي. قال له طب والتاني؟ قال له مترين. قال له راهن بكل حاجه على التاني عشان هو اللي هيكسب. وبيبدا القتال وبيجي المقاتل ده يجري على روني، بس روني بيضربه ضربه واحده برجله وبيوقعه على الارض وبيقول له ده وقع. وبيدخل الاعمى يرقص عشان بيكون مفكر ان هو كسب، بس الامن بيطلعه ونسيبه بيقول له ان الاتنين متر هو اللي وقع. وبيبص روني للكاميرا وبيصوره وبيروح يقعد معاهم بعدها، وبيقولوا ليه يفضل معاهم يوم كمان ويحارب عشانهم مره كمان. وبيفتكر روني وقت موت المعلم وبيكون بيقول ليه انه ما سمعش كلام اي حد طول حياته ودايما كان متمرد على اي حاجه، بس هو اللي حول المتمرد ده الانسان. وبيوعده انه هيكمل كل اللي اتعلمه منه ومش هيعمل اي غلط تاني. والشرطه بتروح تاخده عشان ضرب ناس في الشارع، وهو راكب معاهم بيلاقيهم بيشاوروا الراغب، وابو سيا بيكون راكب معاه في العربيه وبيعرف سيا، بس بتقول له ان ابوه هو اللي دافع الكفاله بتاعته، ازاي هيخطط مع راغب؟ ومش بتكون مصدقاه، وبتقول له ان هو مش هيفهم العلاقه بين الاب وبنته، بس قال لها ان هي هتعرف الموضوع بعدين. وبيقول لها ان هو هيرجع بلده تاني عشان يكمل المعلم علمهوله، والقطر هيمشي الساعه 6 الصبح ولو جات هتبقى بتحبه. وبتقول له لو ما جتش ايه اللي هيحصل؟ قال لها ما يعرفش وبيمشي، وبتفضل تنادي عليه بس مش بيرد. وبتروح تشتكي لاهلها وبيقولوا ليها ان ابوها راح يحل معاه المشكله دي، بس بيكون سامعهم وبيقطع قميصه وبيخبط نفسه في الحيطه وبيعور نفسه، وبيدخل يوقع اي حاجه على الارض. وبيقول لهم ان هو راح يتكلم معاه بالراحه، بس روني ضربه ورمى الخاتم ده في وشه، وبيكون الخاتم اللي سدته له. وبيروح روني يمشي وبيكون واخد صبه معاه، وبيكون خاتم سيا لسه في ايده وبيجي يشيله بس مش بيرضى. بنرجع تاني للوقت ده وبيكون حد بيخبط على الباب وبيروح يفتحه وبيجروا وراهم، وبيتفرق روني والاتنين التانيين. وبيكون اي حد بيقابل روني بيضربه، مش بيكون حد قادر عليه كالعاده، وبيكون بيضربهم بكل احترافيه. وبيطلع على السقالات وبيطلع وراه، بس بينط وبيمسك في الونش اللي موجود وبيجي ينط وراه، بس بيضربهم وبينزل بالحبل. كين بيمسك اللعمه بس بيكون فاكره نسيبه، بس بيضربه بالقلم وبيقول له انت بتضرب نسيبك، فبيضربه تاني بس بيضرب كين بالقلم وبيجري. وروني بيكمل ضرب فيهم وبيجري منهم، وبيطلع على باب سلك وبيجي يطلع وراه بيكهرب الباب وكلهم بيتكهربوا. وبيحط كين ايده على بقه وبيقول للعمه يدخل يمين، فبيخبط في الحيطه وبيقول لهم فين الهندي. روني قال له ان هو هنا، وبيدخل يضرب الاثنين اللي معاه. كين بيوجه ليه المسدس، بس روني بياخد منه المسدس بسهوله وبيقول له بيجو فين، وبيشيل الاجزاء وبيقول له فين. قال له المكان وبيضربه. وبيروح لبيجو وبيمسك مراته وبيقول له سيا فين، وبيوجه المسدس لمراته وبيقول له سيا فين، بس بيجو بيقول له ان راغب مش مجرم عادي ومش هيعرف يوصل له، وبيقول له هيعرفه كل حاجه. وبيقول له المدخل بيكون في حراس مسلحين واجهزه كشف المعادن، والاسانسير مش بيفتح غير بالبصمه، وكل دور في حاجه معينه، وبيكون في قتله محترفين متمرسين في الدفاع عن النفس. وراغب بيجيب المقاتلين من الهند هنا، ولو حد عرف يعدي كل ده هيوصل ليونج قبل ما يقابل راغب. ويونج ده مش انسان طبيعي، ده آلة قتل مستورده من الصين. واخر دور موجود بيت راغب هو المكان اللي سيا فيه، كل نايمه وبيجي يلبسها راغب وبتقوم تزقه. الاتنين الحراس بيدخلوا وبيقعد يتفرج وهي بتضربهم، بس واحد بيخبطها على دماغها وبيقول لهم يطلبوا الاسعاف، وبيتصل على بيجو وبيقول له روني يرد عليه، وبيرد عليه وبيقول له هو جاي له حالا. وقال له ان راغب نقل سيا للمستشفى. قال له انهي مستشفى؟ بس بيجو قال له مش هيعرف يقول له، بس روني بيشد الاجزاء وبيقتل مراته. وبيروح روني والاتنين السواقين للمستشفى وبيقول لهم يستنوا هنا، وبيكون حابس كين جوه العربيه. وبيدخل روني للمستشفى وبيلاقي دكتور، فبيمشي وراه وبياخد اللبس بتاعه. وبيكون راغب والعصابه بتاعته كلها موجودين في المستشفى، ويونج بيحاول يرن على كيم اخوه اللي روني حابسه في العربيه. وروني بيطلع وبيروح ورا الممرضه اللي داخله لسيا، وبيدخل وراها وبتكون سيا بتشبه عليه وبيقلع الكمامه وبتعرفه. وكيم بيرد على يونج وبيقول له ان هو محبوس في عربيه من الهندي، وبيسمع راغب الكلام ده بيطلع جري على فوق. والممرضه بتكون هتطلب الامن بس سيا بتضربها، وبيخرجوا هما الاتنين متنكرين، بس راغب بيقول لهم يقفوا، وبيقفوا فعلا وبيقول لهم يشيلوا الكمامه. وبيمسك روني سيا وبيكون موجه موسى على رقبتها وبيقول له ينزلوا السلاح كلهم، وبينزلوا السلاح فعلا
وبيدخل الاسانسير، وبينزل راغب بخرطوم المطافي من الازاز وبيروح عشان يشوفهم بس مش بيلاقيهم. وكيم بيكون بعت صورة روني ليونج وبيجروا وراه بس بيركبوا العربية وبيضربوا نار على العربية، وبيقول لهم روني يفتحوا الشنطة وبيكون كيم موجود فيها وبيموتوه. وبيكون الراجل الأعمى دايس كل حاجة عشان يرجعوا للهند تاني، وبيقول لهم هو مش عارف هيرجع للهند ولا لأ. وبيكون القبطان هيمشي وبيروح يركبه، بس سيا بترجع تديله العقد بتاع راغف وقالت له إن العقد ده هيحقق له كل اللي نفسه فيه. وبيروحوا يمشوا ومش بيكلم روني سيا طول الرحلة، وبيفضلوا يفتكروا في اللي فات. وبيكون روني هو اللي علم سيا فنون الدفاع عن النفس، وكل واحد بيكون ساكت لحد ما بيوصلوا على الجزيرة وسط المية. وبيقول لها روني ان هي هتبقى حرة بكرة. قالت له ما كانتش متوقعة ان هو هيجي وبتشكره. قال لها ان هو ما جاش عشان اي حاجة بينهم، هو جه عشان الفلوس. قالت له ان هي ما كانتش محتاجة ليه وكانت هتهرب لوحدها. وبيجي يمشي الجو بيمطر، فبيقلع القميص بتاعه وبيروح يغطيها بيه، وبتشوف الخاتم بتاعه وبتفتكر ابوها وهو بيديهولها، وبتقول له على الخاتم. قال لها ان هو ما قلعوش من ايده، وبتصدق ان ابوها كان السبب في كل ده. وبيرجعوا لبعضهم تاني، بس راغف وعصابته بيجوا وبيضربوه، وبينزل بيجوا يونج وراغف كمان. وراغف بيقول له ان هو كان تلميذ ولازم يعرف الفرق بينهم، وحب سيا كان نقطة ضعفه وهيموته هنا. وبيدخل بيجو ويونج يضربوا فيه، وبيجي يونج يضربوا الضربة القاضية، بس بيجو بيقول له هو ليا، وبيطلع مسدسه وبيقول له عشان مراته وبيضربه. وبينزل روني في المية وبيموت، وبياخد راغف سيا على البرج تاني وبيقول لها المفروض يبداوا من جديد سوا، وبيقول لها تتجوزوا برضاها وايه اللي هيبعتها ليه. بس الجو بيمطر، وبتقول له ان هي مش محتاجة تروح ليه، هو هيجي لها هنا. قال لها راغف ازاي وبيضحك، بس بيكون روني تحت فعلا وبيضرب الامن اللي موجود تحت وبيطلع على السلم وبيضرب في كل اللي موجود وبيطلع دور. واحد بيكون بيتعمل له مساج ويقول له انت بتعمل ايه هنا. واحد بيجي وراه بس بيضربه برجل وبيوقعه زي اللوح، وبيضرب الراجل في رجله فبتتكسر، وبيبدا الضرب في كل اللي موجودين ومحدش بيكون قادر عليه. وبيطلع على الدور اللي بعده، وبيكون ده الدور اللي بيتصنع فيه المخدرات، وبيضرب الكل اللي موجودين فيه كالعاده ومحدش عارف يوقفه نهائي. وبيطلع على الدور اللي بعده وبيضرب فيهم واحد، وبيروح يضرب جرس الانذار. وراغب بيشوف روني قدامه وبيقول لي بيجوا ليه. قال له عشان هو على حق. وبيكون روني ما قتلش مراته وبيقول له ان الحرب مش معاه. وبيكون بيجو رمى الرصاص الحي اللي معاه، فراغب بيضربه بسكينه في رقبته وبيموت. وبيكمل روني وبيروح يضرب في الكل كالعاده، ومحدش بيكون عارف يلمسه ولا يتصدى ليه. وبيكون في واحد معاه شاطر وبيكون هيموت روني، وبيكون حاسس بمكانه، وبيدخلوا مع بعضهم في قتال، بس روني بيعرف ياخد منه الشاطر وبيرميه. وبيكملوا ضربوا ببعضهم، بس روني بيرميه من على السلم وبيموت. وبيلف راغب مش بيلاقي سيا، وبيقول ليونج يترموا هما الاثنين. وبتروح سيا تهرب وبتمسك اي حد تضرب، وبيجي يطلع روني بس يونج بيضربه. وبيكون يونج قوي جدا وبيضرب روني وبيصد منه اي ضربه لحد ما بيجي يعملوا الضربه القاضيه اللي كان المعلم بيعلمها لروني، بس روني بيصدها منه. وبيكون يونج وراغف مصدومين، وبيبدا يضرب في يونج وبيكسر ليونج رجله، وبيدخل على ايده الاثنين يكسرهم، وبيقول له اسف المنتج الصيني مش بيعيش كتير، وبيكسر رقبته وبيموته. وبيقابل سيا بيقول لها تمشي عشان واحد بس اللي يخرج من هنا عايش، بس تطلع معاه. وبيكون راغف مستنيه وبيقول له المشهور من التمرين مش هتعمل منك بطل، ده لازم سنين. بس روني قال له في فرق بين الخيل والحمير. وبيقوم راغف يضربهم هما الاثنين، وبيصد اي ضربه من روني وبيضربه جامد. وبيكون روني مش عارف يصد اي حاجه، وبيوقع راغف على الارض وبيقول له ده كل اللي عندك، ده انا قتلت ابويا عشان سيا. وبيتصدم روني ان المعلم ما ماتش موته طبيعيه وان راغف هو اللي قتله. وبيقوم بيقول له ان المعلم ما ماتش وهو لسه معاه، انت من لحمه ودمه بس انا اللي عندي موهبته. قال له عشان كده انت كنت على الارض وانا واقف على رجلي. قال له ما تستعجلش، وبيعمل نفس حركه المعلم وبيشوف راغف ابوه فعلا وبيجي يقرب منه، بس روني بيضربه. وبيكون بيتحرك زي المعلم بالظبط، وبيبدا يكسر في كل عظمه بجسم راغف، في رقبته وجنبه، وبيضربه في عظمه الترقوه زي ما كان ابوه بيعمل، وبيموته بعدها. وبيفتكرون المعلم، وبيكون يكمل المدرسه مكان المعلم، وبيكون عامل تمثال تكريم للمعلم وبيتحرك زيه. فيلمنا بيبدأ بعربية واقفة وفيها ناس ملثمين، وبيروحوا على العربية وبيضربوا واحدة فيها وبيخرجوها، وبيفضلوا يضربوا فيها، وبيكونوا هيركبوا العربية ويمشوا بس بتلحقهم فبيضربوا فيها لحد ما بيغمى عليها. وبتروح وحدة زي العناية المركزة، وبعدها بشهرين بتروح لراجل شغال في المعبد وبيقول لها هي كانت فين المدة دي وعمره ما شافها زعلانة كده، وبتقول ان هي بقت لوحدها ومفيش حد معاها ولا حد حاسس بيها. قال لها ان ربنا بيستجيب لكل دعاء، ولازم تبقى هي مؤمنة وتكون متفائلة مرة واحدة وربنا هيبعت لها اللي يساعدها. بنروح لكشمير وبيكروني في الجيش وبيقبض على عصابة. واحد بيقول له ان منطقتهم الحجارة اللي فيها اقوى من الرصاص اللي في سلاحه، بس روني بيربطه في العربية وبيمشي بيه وسط القرية كلها ومحدش بيعرف يعمل له اي حاجة. واحد بيروح يشتكي للقائد بتاعه وبيقول له ان هو متعاقب ان هو يمشي 25 كيلو على رجله وبيروح يمشيهم بالسلاح كمان. وصاحبه في السكن بيقول له ان موبايله كان بيرن، فبيشوف مين وبتكون نيها بعتت له ريكورد وبتقول له ان هي بتتصل بيه بعد 4 سنين وهي مش عارفة هو بيستخدم نفس الرقم ده ولا ايه، ولو وصلت له الرسالة
الصغيرة دي يكلمها، وبيكون روني هيكلمها فصاحبه بيقول له لا يعني يا فضل كل ده ما تتصلش وبتتصل دلوقتي. وبيروح روني يطلع صورها وبيفتكرها، وبيروح للقائد بتاعه يقول له عاوز اجازة، بس بيكون مصدوم منه وبيسأله ليه. قال له مشاكل شخصية، وهو ما خدش اجازة من 4 سنين. قال له انت معاك 7 ايام اجازة، وفي اليوم الثامن قبل الفجر تبقى هنا، وبيديله التحية وبيمشي. بنرجع فلاش باك ونيها مع صاحبتها وبتقول لها ان هي جابت رقم روني، وبيروحوا يقفوا يشوفوه من بعيد وبيتصلوا عليه وبيتكلموا معاه، وبتفضل صاحبتها تكلمه بس بيعرف ان في حد شايفه وبيشوفهم ومش بيكونوا عاوزين يعرف اسمهم. فروني قال لهم انتوا فاكرين نفسكم اصلا بنات؟ فانيا بتاخد التليفون من صاحبتها وبتزهق وبتقول له روح يلعب السله وما يكلمهاش. قال لها انت ليه اتصلتي؟ قالت له ان صاحبتها هي اللي اتصلت مش هي، وان هو محظوظ عشان هو كلمها اصلا عشان ما فيش حد يقدر يبص في وشها. قال لها ليه وانت وحشه؟ وبيكون واقف وراها وبتقول له لو انت شفتني هتقع. فقال لها خلينا نجرب، وبيخبط على كتفها وبيشوفها وبتمشي، وبتكون واقفه مع ابوها، وبيكون ابوها بيقول لها ان هو قابل واحد ولازم تشوفه. بس روني بيروح يتكلم معاها وبيقول لها ان هو معجب بيها وبيقف يتكلم، وابوها سامعهم وبيقول له روني ان هو مش حابه وبيمشي. وبيكون بيلعب سله مع اصحابه، وبتروح نهى عليه وبتكتب له على كرة السله وبتقول له ما يحب يكلمها ده رقمها، وبتمشي. وبيكونوا بدأوا يقربوا من بعض وبيتكلموا كل يوم لحد ما بيناموا. وبيقول لها روني ان هو بيحبها. قالت له بس هي خايفه عشان هي قالت كده لامها ومشي برضه. الله خلاص هنلغيها، الاهم من الكلمه هو ان احنا نحس بيها. وبيقول لها ما يحصل في الدنيا هيبقى جنبها على طول. وبيكون روني رجع خلاص وبيروح المكان اللي هيتقابلوا فيه، وبيدخل بس مش بيكون شايفها. وبيجي يخرج بتنادي عليه وبيقعدوا سوا، وبيقول لها ايه حصل لك؟ لسه هتقول له بس طبق اتكسر فبتتشتت. وبتقول له انت اتغيرت وقصيت شعرك. قال لها ان هو دلوقتي في الجيش. قالت له طب والسله؟ قال لها روني ان هو ساب حاجات كتيره. وبتساله هو متجوز؟ قال لها لا. قال لها وانت عندك ولاد؟ قالت له عندها بنت. وبيقول لها هي افتكرته بعد 4 سنين ايه هي الحاجه المهمه اللي ما ينفعش تقولها على الموبايل؟ قالت له ان هي محتاجه مساعدته. وبتقول له انه كان اول يوم مدرسه ليها وما كانتش عاوزه تروح، ورحنا متاخر ساعه. وبتقول لها تاخد لعبتها معاها بس حد بيضربها وخطفوا بنتها وحياتها كلها اتغيرت. وبتقول له يساعدها. وبيخرج روني وبيفتكر ايامهم سوا، وبيروح روني للحل عشان يشتري عربيه. وبيكون عثمان مش مهتم بيه وبيقول له يوريه بطاقته الاول. فبيطلع روني البطاقه وبيعرف انه في الجيش، وبيقول اللي شغال عنده يجيب حاجه ساقعه. وبيقول له هو بيحترم الجيش، وبياخد روني العربيه من غير ما يتكلم وبيمشي. وبتقول له نيها ان هي فقدت الامل بس افتكرت، وهو بيقول لها ان مهما يحصل هيبقى جنبها. وبتقول له ان ريا كانت اجمل حاجه في حياتها، وبتكون سالت كل الناس عليها بس محدش شافها. قال لها طب وشيكار اللي هو جوزها يعني؟ قالت له ان حارو برضه زيها. قال لها طب والشرطه؟ قالت له ان مفيش اي معلومات، وجوم الاسبوع اللي فات للبيت عشان يخلوها تقفل القضيه. وبيقول لها يتكلم هو معاهم، وبيروحوا للقسم وبيروحوا يتكلموا مع الشرطي، وبيقول لها ان هم كانوا مستنينها عشان تمضي على المحضر وبيجي له موبايل. فروني بياخد المحضر يشوفه بس بياخده منه وبيقول له انت فاكر نفسك في مكتبه؟ وبيقول لهم ان هم مش هيعرفوا يعملوا اي حاجه تاني. وبيفضل يخبط في رجل نيها، وروني بيقول له يبعد عنها بس مش بيرضى وبيضايقها. فروني بيضربه بيكسر له اسنانه، وبيجي يمسك روني بس روني بيكسر له ايده وبيضربه برضه. وبيكون كل اللي في القسم جايين عليه بس روني بيضرب كل اللي موجود، وبيخلي القسم عباره عن مكان ملوش اي لازمه. وبيفضل يضرب فيه تاني بس نيها بتقول له لا فبيبطل، وبيمسكوه وبيكونوا بيضربوه. وبيكون روني واقف عادي، واحد بيقول للشرطي يبص ويكون في علامات على ظهره، ويقول له ان هو في الجيش. قال له ما قالهمش ليه قبل كده بدل ما يعذبوه؟ قال له ان كل اللي انتوا عملتوه ده كان تسخين. ونائب المفتش بيروح واللي هو اسمه شراجيل وبيقول لهم يجيبوا روني، وبيروح يكلمه وبيقول له انت ضابط جيش بس انت لازم تحترم الشرطه. قال له ان هو عارف كده بس هم نسيوا الواجب بتاعهم وهو كان بيفكرهم بس. قال له هو انت اله؟ قال له لا. قال له انا محصن بالقانون رقم 104 البند 475 وانت ما تعرفش تقبض على ضابط جيش. ورجنيت قائد روني بيتصل على شراجيل وبيكلم روني وبيقول له يرجع الصبح للقاعده الحربيه، وبيقفل وبيمشي روني وبيروح يرجع العربيه لعثمان، وبيقول له هو شايف ان في حرب بس المره دي مش على الحدود دي جواه. وبيقول له دايما لو في صراع بين القلب والعقل فخليك دايما ورا قلبك عشان لو استخدمت العقل هتاخد قرارات منطقيه بس القلب دايما على حق. وبيفتكر كلام نيها وبيقول لعثمان يلف ويرجع للفندق تاني. وبيروح للمديره بتاعه المدرسه وبيقول لها من شهرين طفله اتخطفت عندك. قالت له امتى ده؟ قال لها يوم 7 فبراير. بس قالت له لا مفيش حاجه حصلت هنا. وبيوريها صوره ريا بس هي بتقول له ان هي مش طالبه عندها. وبيلاقي البيت اللي قدام المدرسه واحد خارج منه وبيساله روني على ريا بس بيقول بتاع الامن يخليه يمشي من هنا وبيمشي. بس بيشوف كاميرا في البيت ده وبيروح لنيها البيت وبيقول لها ان المديره بتقول لها ان محدش اسمه ريا عندها. قالت له لازم تقول كده عشان ما تتورطش في حادثه زي دي. قال لها طب حصل خناقه مع اي حد؟ قالت له لا. قال لها طب شكار ينفع اتكلم معاه؟ قالت له ان هو ما يعرفش اي حاجه عنهم. قال لها طب تعرفي شكل حد من اللي خطفوها؟ قالت له لا عشان هم كانوا مقنعين. قال لها ان هو عاوز صور اكتر لبنتها. قالت له ما فيش غير الصوره دي. وبيكون ثاني داخل عليهم وبيكون اخو شكار وبتقول له ان هو لازم يمشي دلوقتي عشان لو شافه هيعمل مشكله. وبيخرج روني وبيشوف ثاني وبيقف وبيدخل
للبيت وبيقول لها ان شكار هو اللي قال له يجي هنا، وبيكون بيضايقها، وبيكون روني واقف مستني عشان خايف يعمل لها اي حاجه، وبيفضل ثاني يشم البودره وبتقول له ان هيمشي من هنا وبيمشي. وبيدخل روني وبيقول لها مين ده؟ قال له ان ده اخو جوزها وهو مدمن، وبيقول لها عاوز رقمه وعنوانه. وروني بينزل وبيسال حد من الجيران على شكار ونيها، فالراجل بيرد عليه وبيقول له هم عندهم بنت اصلا، وبيكون مستغرب. وبعد كده قال له ان كل شقه في دور وهم ما يعرفوش حاجه عن بعضهم وبيمشي. وبيكون روني واقف يكلم ساني على انه صحفي، بس بيقفل في وشه. واحد بيعرف روني وبيكون صاحبه من وقت الكليه، وبيكون هيتجوز وبياخدوه للفرح بتاعهم، وبيلاقوا اصحابهم كلهم هناك وبيسلم عليهم كلهم. وبيفتكر روني نيها تاني، وبيروح ابوها ياخدها من ايد روني وبيقول له انه بيحبها، بس بيرجع يضربه بالقلم وبياخدها وبيمشي. وبيلاقي نيها جاله تاني يوم ومعاها الفستان اللي امها كانت لبسته في فرحها، وبتقول له يتجوزها. وبيكونوا بيتجهزوا انهم يتجوزوا، وبيكونوا يتجوزوا، بس ابوها بيكلمها في الموبايل وبتروح ليه هي وروني. وبيكون في المستشفى وبيتصل روني وبيقول لها تخلي الموبايل مفتوح، وبتدخل لابوها وبيقول لها انه عنده سرطان من المرحله الرابعه، وبيشوفها لابسه لبس فرح وبيزعل وبتقفل السكه مع روني. وبيرجع تاني للفرح، واحد بيخبط فيه ومحفظته بطاقه، وبيكون ضابط شرطه وبياخد روني البطاقه بتاعته وبيديله المحفظه. وبيروح للبيت اللي فيه الكاميرات، وحارس الامن بيقول له هيبلغ الشرطه، بس بيوريه بطاقه الشرطي، فبيديله التحيه وبيقول له حصل جريمه خطف هنا. قال له لا، بس روني قال له انه عاوز يشوف الكاميرات. وبيدخل روني وبيرجع اليوم 7 فبراير، وبيكون فيه 3 ساعات ممسوحين، بس عامل الامن قال له ان الشرطه بات هنا في يوم، فقال له روني او عاوز يشوف اليوم اللي قبله. وبيكون ثاني راح للمكان ده قبلها بيوم، وعامل الامن قال له ان الفيديوهات الممسوحه بتكون مع صاحب البيت، بس روني قال له عاوز كام فلوس وتوريني الممسوح، وبيديله فلوس وبيقول له اتصل عليه اول ما يوصل لاي حاجه. وبيكون في مساعد جديد في القسم وكوتي بيروح يقابله، وبيكون روني بيراقب ثاني، وبيكون بيبيع مخدرات، وبيمشي روني ورا الناس دي وبيقابله عثمان، وبيكون بيدوم مخدرات وبياخد منهم فلوس، بس روني بيجري وبيلاقيهم موجهين مسدس ليه وبيقولوا ليه هو بيراقبهم ليه. فروني بيقول لهم ان هو بيدور على بنت صغيره، وبيبدا يضربهم وبيوقعهم على الارض، وبيقول لهم فين ريا، بس قالوا ليه انهم ما يعرفوش حد اسمه ريا. وبيروح لعثمان وبيقول له مين دول وكانوا عاوزين ايه. قال له ان هم كانوا عاوزين عنوان، فبيوريه الفلوس وبيساله هو عارف ثاني. قال له ان دي جوه وهو كمان بيبيع مخدرات، وبيساله هو بيعمل كده ليه، وبيقول له ان هو ضرب الاثنين اللي كانوا معاه. بس عثمان بيقول له انت مجنون، انت لو ضربت 2 هيجي 20 دلوقتي. وبيكون في عدد فعلا جاي عليهم، بس عثمان بيلحق يقفل الباب وبيقول لهم انه كان بيحاول يلاقيه هو، وبيقول لعثمان ان المره دي عشانه، بس المره الجايه هيموت. وبيمشوا وبيقول له روني هو بيدور على بنت صغيره واتخطفت من شهرين، بس عثمان بيقول له انت شايف ايه هنا؟ شايفني مدير مدرسه او جنينه اطفال؟ وهو ما يعرفهاش وبيمشي. وبيكون روني نشر صور لريا في الجرايد، وبيكون عرض جايزه للي هيلاقيها، ونيا بتقول له ان شكر راجع النهارده وهتقول له ايه. وبيكون الكل شاف الجريده عن البنت المفقوده، وبيلاقي ناس كتيره بترن عليه، ومنهم واحد بيقول له ان هو لو هيعرف يلاقي بنته فعلا. وبيقابله وبيوريه صور لريا، بس روني بيقول له ان مش هي دي، وبيقول له يعرفوا الحقيقه والا هيموته، بس ده مش بيكون شكار وبيكون واحد تاني من العصابه. وبيلاقي شكار فعلا بيكلمه وبيخرج، وبيكون في 2 واقفين مستنيين بره، بس روني بيمشي وبيكون اللي مع روني بعت لهم مواصفاته وبيقول لهم ان هو لابس ازرق، وبيكون ده ضابط الشرطه اللي روني قابله اخذ البطاقه بتاعته. وبيكون روني بيتعمل لسه على انه ضابط وبيقابل شكار على اساس كده، وبيقول له هو عارف نيها منين. قال له ان هو قابلها في مطعم وفي بينهم صحاب مشتركين، وعرف ان بنتها مخطوفه، بس شكار بيقول له ان هم اصلا ما عندهمش بنت. وبيقول له ان يوم 7 فبراير نيها اتسرقت وضربوها على دماغها وفضلت في غيبوبه 10 ايام. واول ما فاقت قالت له فين ريا، وبدات تسال الناس كلها كمان، وتشخص حالتها بالاضطراب ما بعد الصدمه، وقال له ان هي كانت حامل وسقطت، وبيكون كل حاجه عن ريا مش موجوده. وراحت للشرطه وفتحت محضر، والشرطه شكت ان انا اللي عملت كده، بس بعدها عرفوا ان مفيش حاجه من دي حصلت عشان ما عندناش بنت اسمها ريا. وبيفتكر روني كل حاجه حصلت وبيمشي، وبيتصل بيه حارس الامن وبيقول له ان هو مع الفيديو، فبيروح ليه وبيدخل يشوف بيلاقي 2 بيضربوها، وبيوقف ومش بيكون شايف اي حد جوه العربيه، فبيمشي وبيروح يواجهها. وبيقول لها لما طلب منها صور لريا ما كانش معاكي غير صوره واحده، والمديره قالت ان مفيش حد عندهم بالاسم ده، والشرطه وقفت التحقيق عشان مفيش حد اسمه كده، ولا في حد عارف حاجه عن بنتها، وشاف الكاميرات وما كانتش موجوده في العربيه معاها. قال له ان هي كانت مستخبيه في الكرسي اللي ورا. قال لها هم ما خدوش بنتك، هم خدوا عربيتك. وبتقول له يصدقها والكل بيكذب عليها، وبيقول لها تغمض عينها وتقول له شايفه ايه. قالت له ان هي شايفه ريا. قال لها اسم امك كان ايه؟ قالت له ريا. قال لها ما فيش غير اسمها في حياتك، فقالت له يمشي. وهو ماشي بيلاقي طول ريا متسجل على الجدار، وبيستغرب وبيقول لنفسه هي بتقول الحقيقه ولا ايه، وبينادي عليها بس بتكون رمت نفسها من البلكونه. وبيمسك روني في الطرحه بتاعتها وبينزل روني، بس بتكون نيها ماتت، وبيفتكر هو مش مصدقها. والشرطه توصل للمكان عشان يحققوا في اللي حصل، وبيسالوا شكار اول واحد، بس بيقول لهم انه كان في مكتبه وهم نازلين. بيقول لهم الشرطه يجيبوا التسجيلات بتاع الكاميرات دي، وبيجيبوا تسجيل مكالمات نيها، وبيكون اخر رقم كلمها هو روني. وبيقول له كوتي ان هو عارف روني عشان جه معاها هنا، وكسر 4 رجاله من الشرطه وشويه حاجات. وحد بيروح لروني وبيكون عثمان، وبيدخل وبيقول له انت وريتني صوره لطفله، ولو
ولو كنت قلت لك الحقيقه وقتها ما كانتش نيها ماتت. فبيقوم روني يخنقه بيقول له انت عارفها منين؟ قال له هو مش عارفها بس هي مش مجنونه وكل اللي قلته لك صح. احكي له انه في وقت كان رايح يقابل ساني عشان صفقتهم وبيديله فلوس والمخدرات، وهو ماشي بيلاقي 2 جايين ومعاهم طفله، بس ساني اداله فلوس وقال له ما يتكلمش وكان خايف عشان كده كدب عليه. وبيروح الاتنين اللي اتبعت لهم التفاصيل للفندق وبيسال روني عثمان ريا عايشه؟ قال له ان هو مش عارف. سالوا يلاقي ساني فين وهم خارجين حد كان بيصوت وبيشوفوا فيه لقوا حد مشنوق وهم قتلوه عشان فاكرين انه روني، وبيكونوا رابين الاسانسير مع الاتنين اللي قتلوه وبيبعتوا الصوره اللي كان مع روني وقال لهم انهم قتلوا الشخص الغلط. والمساعد بتاع الشرطه بيكلم روني وبيروح له بس مش بيتقابلوا، وبيروح روني البار بتاع ساني وبيمسكه وبيقول له فين ريا بس بيجري منه، وروني بيمسك يضرب في كل اللي موجود وساني بيكون بيهرب بس روني بيطلع يجيبه على الارض وبيضرب اي حد بيجي ناحيته وبيكمل جري ورا ساني لحد ما بيطلعوا على الطريق وبيكمل روني برضه جري وراه وسط العربيات، وروني بيفضل وراه رغم كل ده وبيمسكه والشرطه بتحوطهم وبيفضل يضرب فيه وبيمسكوهم هما الاتنين وبيحطوهم في الزنزانه. وبيقول لهم روني ان واجبهم حمايه الناس بس بيقول له المساعد يهدى انت فاكر انك ضربت واحد من ضباطي هتعرف تعمل كده مع الاسم كله؟ قال له روني يدوله فرصه واحده بس وهو هيوريه. فبيقول لهم يفتحوا الزنزانه وبيدخلوا وبيتعاركوا سوا وروني بيضربه والشرطه بتدخل وشراجيل كمان بيدخل وبيقول لهم روني ان كلهم مرتشيين وان ساني هو اللي خطف ريا. قال له فين الدليل؟ قال له هو عنده دليل. وبيجيب عثمان وبيساله هو شاف ريا عند ساني؟ قال لهم هو هناك شاف الطفله فعلا. وبيقول له تعرف تعترف بكده في المحكمه؟ قال له ايوه. وبيدخل المفوض يتكلم مع ساني وبيقول له ريا فين؟ قال له مين ريا؟ قال له بنت اخوك بس بينادي عليها كنوع من التريقه وبيقول له ممكن تلاقيها في جيبي. وبيدخل عليهم الشرطي وبيحاولوا يهدوه بس ساني بياخد المسدس وبيهددهم بس شراجيل بيقتله، وروني بيحاول يعرف منه ريا فين وشراجيل بيقول له انت كنت بتحبها. فبيحكي له ان هم خلاص كانوا هيتجوزوا بس كانت امنيه ابوها الاخيره ان هي تتجوز شكار والفرح هيبقى بعد يومين، وبتقول له يحاول ينساها. عثمان هو راجع بيلاقي الاتنين عنده هناك وبيوقعوا على الارض وبيكسروا رجله وبيضربوا فيه، وبيروح روني ليه فبيلاقيه مرمى على الارض وبيروح له وبيقول له ان في 2 هنا، واحد بيخنق روني بس روني بيفك منه بس بيجي يلف مش بيلاقيه، والتاني بيضربه بيلف ومش بيلاقي حد، وهما الاتنين بيكونوا بيضربوا فيه بس روني بيبدا يضرب فيهم واحد ورا التاني وبيكسر ايديهم زي عثمان وبيكسر رجل التاني زي عثمان برضه، وبيروح لعثمان ويقول له ان ده وقته وبيموت. وبيلاقي موبايل حد فيهم بيرن وبيلاقي شراجيل هو اللي كان باعت لهم صورته وبيكون صوره وهو قاعد معاه، وبيسال واحد منهم فين شراجيل؟ قال له ورا الحدود وسط الغابه وحواليه رجاله مسلحين وهناك شراجيل وبيكون هو مصدر المخدرات، وبيكون روني رايح له هناك وبيلاقي الشرطه مستنيه على الطريق فبياخد كوتي معاه على الموتوسيكل وبينزل بيه في الغابه، وايد روني بتكون اتعورت فبيطلع الطرحه بتاعت ميها وبيربطها، وبيكون روني بدا يسحب في الجنود كلهم واحد ورا التاني وبيضرب اي حد يقابله وبيروح يهاجم على كل مجموعه منهم وبيبلغوا شراجيل ان هو دخل الغابه، وبيروح روني يكمل ضرب في جيش شراجيل وبيكون نازل في الميه وبيطلع على اللي بيراقبوا المكان يضربهم كلهم، وطبعا باقي الجيش بيروح لشراجيل وبيروح قائد روني اللي هو رانجيت يسال الشرطي عليه بس بيقول له ان هم بيدوروا عليه ولو لقوه مش هيسيبوه. فقال له رانجيت ان هو كده فاهم غلط، هو مش هنا عشان ينقذه، هو هنا عشان ينقذهم هم عشان الغابه دي بيته ولو حاولت تيجي عليه هيدمرك وهو بيساوي جيش كامل لوحده، فالاحسن يخلي بالهم وبيمشي. وبيكون روني في مخزن السلاح وبياخد اللي يحتاجه كله وبيفجر الباقي وبيخرج يقتل في كل اللي جاي عليه وبيرمي عليهم قنابل واي حد بيقرب عليه بيموت ومفيش اي حد بيكون قادر يلمسه حتى، وشراجيل بيحاول يتكلم مع اي حد وبيكون روني بيدمر في المكان كله وبيقولوا للشراجيل ان هم مش قادرين يوقفوه، قال لهم يجهزوا الطيارات وبيكون في طياره طلعت ورا روني ومعها متعدد وبيلاقي التانيه وراها برضه، فروني بيجري لورا بعد كده بيجري على الطياره وبينط فيها وبيضرب كل اللي جواها وبيموتهم كلهم وبيدمر الطياره التانيه وبيموت الطيار ومحدش فيهم بيرد على شراجيل وبيكون الكل ميت في المكان وبيدمر روني المكان كله بالطياره وبيكون في مجموعه بيضربوا عليه وبتكون الطياره تتفجر بس بيلحق يخرج منها وبيروح يموت كل اللي موجودين عند شراجيل وبيدخل جوه يكمل ضرب في اللي موجودين وبيحاولوا يمسكوه بس محدش بيكون عارف، وبيكون مجموعه ماسكين روني بس بيعرف يضربهم كلهم وبيكسر ايديهم ورجليهم وبيروح للراجل اللي هو بلغ عليه وبيموته، وشراجيل بيضربه برصاصه وروني بيكون رايح عليه وبيوقع منه المسدس بس شراجيل بيفضل يضرب فيه وبيمسك المسدس تاني وبيقول له انت عاوز ايه؟ قال له ريا، فشراجيل قال له هي عايشه، وبيكون شراجيل راح لساني عشان يشيك على البضاعه وهو ماشي سمع صوت ريا في المكان وكان حد هيموتها بس شراجيل لحقها، وساني قال له كل حاجه وراح يقابل شكار وبيقول له شكار ان اللي حصل كان هو اللي قال له عليه، وكان شكار هو اللي بيدخل المخدرات لشراجيل، وبيقول شراجيل لروني ليه كان عاوز يثبت انها هي مجنونه، قال له هو كان عاوز يموتها وهو برضو اللي كان عاوز يقتل ريا وحرق كل حاجه تخص ريا، وبيكون راح لكل اللي يعرفهم وبيقول لهم ان ريا ماتت وان نيها مش عارفه تتعايش مع كده وبيخلي الكل يكذب معاه، وبيقول روني ليه ان هو عمل كل ده بذكاء بس انت اخترت الشخص الغلط، وبيخنقه وبيبدا يضرب فيه وبيفتكر نيها وبيكمل ضرب فيه، وبيكون شراجيل مسك المسدس وبيكون هيموت روني خلاص بس الشرطي بيلحقه بيموت شراجيل، وروني بيروح يقول له ريا فين وبيلاقي
بيلاقي ريا جاي عليه والشرطي بيحكي روني وبيكون حبس شيكار وبيقول له ان هي مش بنته، وبيكون شيكار بيكشف عند دكتوره وبتقول له ان هي ما عندهاش مشكله بس مش هتعرف تحمل منك عشان هو عقيم، وبيقول لها ازاي هو عنده بنت، بس الدكتوره قالت له مستحيل تكون دي بنتك، ولما عرف ان هي مش بنته عمل كده، وبيقول له انت دلوقتي فهمت ليه نيها كانت عاوزاك انت بالذات تدور على ريا وريا تبقى بنت روني، وبيروح يشوفها وبتكون بتقلده وبيكلمها بتقول له امها فين، قال لها يلا نروح لامك، وبيكون روني مهتم بريا وقاعد معاها وبيكون حاسس ان نيها معاه. فيلمنا بيبدأ بروني هو رايح لفيكرام وبيكون ميت، وبنعرف ان فيكرام يبقى اخوه. بنرجع بقى فلاش باك لورا 15 سنة وبيكون روني وفيكرام بيلعبوا، وواحد بيمسك فيكرام يضربه عشان قطع خيط الطيارة بتاعته بالغصب، وبيقول له فيكرام ان هو هينادي على اخوه وبينادي على روني وبيلاقيه قدامه على طول، وبيكونوا بيتريقوا على روني بس بيقول لهم ان لو كان الموضوع يخصه هو انا هيسيبهم، بس هو يخص اخوه عشان كده هيدمرهم، وبيمسكهم يضربهم واحد ورا التاني ومحدش بيكون قادر عليه لحد ما بيلاقي ابوه قدامه وبيفضل يضرب في روني في البيت، وفيكرام بيحاول يخليه يبطل يضرب في روني وبيقول له ان هو على طول بيعمل له مشاكل وبيمشي، وبيروح فيكرام يعتذر له عشان هو السبب، بس روني بيقول له ان هو ما كانش بيضربه، هو كان بينفض الهدوم بتاعته بس، وبيجي واحد من الشرطه عشان ياخدهم لابوهم، وفيكرام بيقول له هو ابوه ما جاش ليه، بيقول لهم ان ابوهم ما جاش بس اخواته كلهم هنا وبيكون رجاله الشرطه كتير، وبيقول لهم كان في قتال بين عصابتين وهو وصل لهناك وما كانش معاه سلاح ولا دعم، وحمى كل الناس البريئه وكان بيضرب فيهم كلهم وبيكون واخدهم على المستشفى، وبيكمل حكي لهم بيقول لهم هو بيدافع عن الناس حد ضربه برصاصه من ظهره وبيكون خلاص بيموت، وهم داخلين عليه بيشاوروا بيقولوا لروني وبيجيله وبيقول له ممكن تبقى اول مره اب يطلب من ابنه الصغير يخلي باله من ابنه الكبير، وبيقول له ما يسيبوش ابدا، وبيقول له يوعده وبيوعده روني وبيموت، وبيفضلوا سوا بعدها. بنروح بعد كده وبيكون فيكرام بيتفرج على فيلم وبيعيط وبيروح يخرج، وبتكون سيا ماشيه بتدور على شبكه لحد ما بتدخل حمام الرجاله وبتقول لهم ان هم اللي غلطانين، وبتخرج وبتروح تشتري حاجات من جنب فيكرام وبتلاقيه بتعيط وبتقول له مالك، قال لها هيعرف ده بعد الفاصل، وهو بيكون كده في نوعيه الافلام دي وبيمشي، بس سيا بتروح ورا وبتقول له ان الافلام دي كلها تمثيل، وبتقول له يعني البطل بيدخل ببطء وشخص واحد بيضرب الكل وبيخبط في واحد بالغصب وبيوقع عليه الاكل، وبيقول له انت عملت ايه، بس فيكرام بيقول له هينضفه، بس اللي بيترجم بيقول له انه قال هينضفك، وبيفضل يترجم له غلط، بس سيا بتقول له ما تخليش المشهد درامي بترجمتك، بس بيقول لها انا هوريك الدراما، وبيفضل يزق في فيكرام لحد ما بيرمي الفشار وبينادي على روني، واول ما بيسمعه بيقوم جري وبيروح على هناك بسرعه وبيفضلوا يتريقوا عليه، وبيقول لهم مشكلتهم انهم ما بيتكلموا بس، وبيقول لفيكرام اللي حصل، قال له ان هو وقع على هدومه الاكل، بس روني بيقول له احنا اسفين وبياخد فيكرام وبيمشي، بس بيلاقي فجاه دم، بس فيكرام بيقول له عادي، وبيقول له روني حد ضربك، قال له يعدي الموضوع، وبيقول له روني مين اللي ضربه، فبيحكي له انهم ضربوه وبيقول له ينسى الموضوع، وبيقول له يلا يمشوا، فروني قال له يلا، بس روني بيرجع عليهم وبيضرب واحد وبيوقع سنانه وبيمسكه، وسيا بتلف وبتشوف فيه ايه، وروني بيرفعه في الجو وبيرميه على الارض، وبيقول لهم لو كان الموضوع بخصوص هو كان عادي، بس ده يخص اخوه عشان كده هيدمرهم، وبيدخلوا يضربوا روني بس بيفلت منهم كلهم وبيمسك الزعيم بتاعهم وبيجوا عليه بس بيرفع رجله بيخبطهم كلهم في بعض، وبيضرب اي حد يقرب عليه، وبيمسك الزعيم بتاعهم يمسح بيه الارض وبيكمل ضرب في كل اللي موجودين، وبيمسك الراجل اللي اقرع وبيكون هيموته خلاص، بس فيكرام بيقول له يسيبه وبيفضل يتحايل عليه لحد ما صاحب ابوهم بيجي وبينزلوا روني على الارض، وبتكون سيا مبهوره بيه، وبيكون روني مشهور في المكان بتاعهم كله وبيحبوه، وبيكون صاحب ابوهم كلم حد في مركز شرطه عشان يقدم لحد فيهم وكتب ان ابوهم وجدهم كانوا في الشرطه، وبيقول روني لفيكرام يقدم هو فيها، بس فيكرام بيقول له ان هو بيخاف من المجرمين، قال له لما يلبس الزي ده المجرمين هم اللي هيخافوا منه، وبيقول روني لصاحب ابوهم يقول لهم اسم فيكرام، وبيكون روني بيوصل فيكرام للاسم اول مره، وبيكون في ناس كتير بتعمل غلط بس اول ما بيشوفوه بيتهدلوا على طول، وبيوصل للاسم وبيدخل وبيعرف نفسه للمأمور وهو بيمضي على الاستلام، بيلاقي واحد مولع ومجموعه داخلين وراه ومحدش من الشرطه بيعرف يعمل اي حاجه، وبيدخل القسم كانه بيته وبينادي على المأمور وبيقول ان هو هنا، وبيفضلوا يتريقوا على الكل وبيمشوا ومحدش بيعرف يتكلم معاهم، وبيقول فيكرام لكوتي ان هم حرقوا واحد ومحدش اتكلم، قال له قبل كده المأمور فكر بس ياخد اجراء ضدهم فقتلوا بنته الصغيره، وبيحكي فيكرام لروني اللي حصل وعلى العصابه دي وانهم بيموتوا ويخطفوا اي حد، وابو جلال بيبقى عاوز يقابل الزعيم بتاعهم وبيقول له ان هم لازم يبعتوا من 20 ل 25 عيله وبيقول لهم يدوروا كويس. بنروح لسوريا وبيكون ابو جلال عنده جيش ودبابات وسلاح وبيعتبروه اخطر واحد، والشغل بتاعه نشر الارهاب، وبيكون بيضغط على الاهالي باطفالهم وبيرمي مسدس لواحد وبيقول له انت اللي هتعيش او ابنك، وبيروح عشان يموت نفسه بس بيكون المسدس
مسدس ما فيهوش رصاص، وبيقول له انت مش هتموت لوحدك ولازم يموت عشانه، وبياخده عشان يدمر نفسه في مكان معين. وكده عرفنا هو بيخطف اهالي ليه، وبيكون راجل سائق العربيه وبيروح وسط تجمع وبيموت الكل معاه. وروشي بتكون رافضه ان هي تتجوز، وبتكون ديت اخت سيا. وروني بيشوف سيا وسط العربيات عشان تلاقي شبكه، ومش بيكون مركز وبيخبط في الفيسبا بتاعت روشي، وبيحاول يرفعها وبتفضل تزعق معاه، وبتقول له يسيبها فبيسيبها، وبتقول له انت سبتها ليه؟ قال لها انت اللي قلت لي كده، وبتفضل تتكلم معاه كتير. وبيكون كلب بيهبهب وبيفضل باص حواليه، وبتقول له انت مش شايفني بتكلم؟ قال لها ان هو مش هيعرف صوت اتنين بيتكلموا في وقت واحد، وبيمشي. وبتروح سيا للقسم عشان مش راضيين يفتحوا محضر لصاحبتها، وبتكون بتبلغ عن عائلات بتتخطف، بس كوتي بيقول لها مفيش خطف عندهم ومحدش بيبلغ بكده، وبيكتب الشكوى فعلا بعد تهديد سيا. وبيكون ده مصنع فيه الرهاين تبع العصابة، وبيكون لازم يختاروا حد كبش فدا عشان يروح. وبيشوفوا فكرم، وكوتي بيقول له جه الوقت اللي ترد الدين بتاعك للوطن ولازم تهجم على المصنع عشان ينقذ الرهاين اللي هناك. وبيلبسوه، وبيكلم روني يقول له اللي حصل، بس روني بيقول له ان هو معاه وما يقلق، وبيقول له يروح يقول لهم ان هو هيروح بس لوحده. وبيكونوا كلهم مصدومين ان هو هيروح لوحده، وبيروح فكرم من مكانه وبيكون خايف، وبيلاقي الاهالي هناك فعلا، وبيلاقي حواليه ناس بالهبل، بس روني بيقول له استنى عشان في جيش هنا، وبيقول له هنلعب لعبه سوا. وبيقول له اول ما يصفر يطفي النور، ولما يصفر تاني يشغله. وبيروح روني يرمي له معصايه الشرطه وبيمسك حديده، وبيصفر فالنور بيطفي، وبيبدا روني يضرب فيهم، وبيصفر تاني وبيلاقوا عدد منهم مرمى على الارض، وروني بيصفر والنور بيطفي، وبيبدا ضرب فيهم كلهم تاني، وبيكون روني وسطهم وبيضرب في كل اللي موجود واحد ورا التاني. وبيقول واحد وروني جنبه ان هو كل ما بيصفر النور بيطفي، وبيصفر تاني النور بيشتغل، فقال له يجرب كده، واول ما بيصفر بيبدا ضرب فيه. وبيروح روني لفكرم وبيقول له امال مين اللي بيصفر هناك؟ قال له ان الخطه بتاعتهم اتكشفت، وبيقول لفكرم ان هو هيطفي النور لمده 45 ثانيه بس ويشغله. وبيروح روني يضرب فيهم كلهم، وبيكون عدد رهيب في المكان كله، بس محدش بيقدر يلمسه. وعند نهايه ال 45 ثانيه بيكون ضرب الكل. وبيروح لفكرم وبيقول له ان هي لحظته وبيمشي، وبيروح فكرم عشان ينقذ الناس دي ويخرجهم من المكان ده. والكل من بعدها بيكون عامل حساب لفكرم بعد اللي عمله. والعصابه بتبلغ ABL ان في شرطي اسمه فكرم حرر كل اللي خطفوهم، وبيكونوا بيشوفوا عروسه لفكرم. وبيروح روني يقنع فكرم بالجواز، بس بيقول له لازم يروح معاه وهو اللي يختار العروسه. وبتكون حافظه صاحبه سيا الوسيط، وبتروح سيا تشوف مين العريس، بس بتلاقي روني، وبيقفوا مصدومين وزعلانين. وبيكون روني فاكر ان سيا العروسه، وسيا فاكره ان روني العريس، لحد ما واحد بيدخل بيقول لهم كويس ممكن تحددوا ميعاد جواز اخواتكم، وبيكونوا مبسوطين. وبيشوف روشي، وبتكون هي اللي خبطها قبل كده وبتكرشه. وفكرم بيقول له ان هو مش هيتجوزها، بس روني بيحاول يقنعه وبيوافق وبيجوزه. وبيكون ABL بيقول لهم يعني فكرم ده ما عندوش اي نقطه ضعف. ففي حد بيقول له ان هو عنده اخ صغير، فبيقول لهم يجيبوه لحد هنا. وبيكونوا واقفين مستنينه، وبيمشوا وراه، وبيلاقي كلب صغير فبيشيله وبيوقفهم، وبيقول لهم ان هو عاوز يودي الكلب ده العياده على اخر الشارع وممكن يركب معاهم، وبيوافقوا. وبيركب معاهم وبيقول لهم يمشوا شمال، بس بيرفعوا عليه سكاكين وبيقولوا له يهدى. وبيكون روكي اللي اتضرب في اول الفيلم منه في السينما هناك، وبيقول له ABL ان هو ما يتكلمش نهائي. وبيوصل لهناك وبيشوف روني وبيفتكر اللي حصل، وروني بيقول لهم هم جابوه هنا ليه، وبيحاول روكي يتكلم بس بيقول لهم يسكتوا. وبيرن ABL على فكرم بس بيقفل السكه في وشه، فبيقول له روني يرن عليه، وبيقول له ان هو ABL اللي بيتكلم، وبيقول له هو عاوز المركز كله يسمع، ويفتح السبيكر، وبيقول له ان هو خطف اخو فكرم وما عندكوش غير حلين، يا اما ترجعوا الرهاين اللي انتوا حررتوهم او فكرم يجي له لوحده. وبيكون فكرم مستغرب هو ازاي بيقول على روني اخو الصغير البريء، وبيقول هم خطفوا مين، بس روني بيقول له عاوز يرن عليه تاني وبيكلمه، وبيقول له ان هو خايف ولازم يجي بعد 10 دقايق، وبيقول له ان هو فهم وبيقفل. وروكي واللي معاه بيكونوا مصدومين، وبيقول لهم ABL لو اخوه ما جاش بعد ربع ساعه قطعوا صبعه وبيمشي. بس واحد بيقول له ان هو مش هيستنى ربع ساعه وبيمسكوه، بس مش بيكونوا عارفين يثبتوه كلهم. وروكي بيروح بس صبعه هو اللي بيتقطع، وبيقول بيحاول يقول لهم ان هم جابوا الشخص الغلط، وبيبدا روني يضرب فيهم، واي حد كالعاده بيجي ناحيته بيتضرب. وبيكون روني اقوى منهم بمراحل، وبيرميهم زي ما اي حد بيرمي كوره، وبيجروا وراه، بس روني بيجري على العربيات بسلسله وبيخلي العربيات تنزل على الارض، وبيمسك الاخير بيضربه، واخوه بيكون جه وبيمسكه معاه، وبيروح ليه على اسم الشرطه، وبيكون هياخد المأمور معاه في جلسه الحكم بتاعه اللي قتل بنته. وبيكون في زحمه في الشارع، وبينزل يشوف في ايه، بس بيكون روني بيضرب في واحد، وبيروح يقول له ان اخوه بيتخانق في الشارع، فبيقول له يناديه، وبيقول له يجي معاه، وبيروح لفكرم وبيقول له يحبسه ويكلبشه مع فرد العصابه ده. وبيكونوا واقفين في مرور، فروني وبيهرب معاه فرد العصابه، وبينزلوا وراهم، وبيقولوا الشرطي لفكرم دول بيهربوا، بس فكرم بيقول له انت اللي بتهرب من زمن، ودلوقتي جه الوقت عشان تخلي موت بنتك اخف، وبيقول له يموته، وبياخد منه المسدس وبيفتكر بنته. وروني بيوقف المجرم ده وبيصدره ليهم وبيقتله، وبيكون مبسوط ومرتاح بعدها.
وبيكون القسم كله مدي لفكرم كل القضايا، وبيكون فكرم قلقان من كل ده، بس روني بيقول له ما يقلقش عشان هو معاه على طول. وبيروح روني يهجم على كل حاجه داخله لابو جلال وبينسب الفضل فيها لفكرم، والقسم كله بيكون مبسوط منه، وبيفضل روني يخفف من الجريمه، وفكرم واخد كل حاجه وبيكرموه على طول. ووزاره الخارجيه بيكلموا فكرم وبيكونوا عاوزين يروح سوريا ومجهزين تذكرته كمان، ومراته بتجهز الهدوم وبيقول لروني يجي معاه، بس قال له ان هو مجرد ورقه هيعمله هناك ويرجع على طول. وبيودعوه وبتكون مرات فكرم حامل، وبيكون ماشي وهو قلقان، وبيوصل وبيكلم روني عشان يطمن عليه، وبيفضلوا يتكلموا، وفجأة جرس الباب بيرن واتنين بيدخلوا، وبيلاقي روني حد بيضرب في اخوه وبيحاول يخلوهم يبعدوا عنه، وواحد بيمسك الموبايل وبيقول له روني ما يلمسش اخوه ولو حصل له اي حاجه هيموتهم، بس قال له ان هم مش اتنين دول كتير، بس روني قال له لو حصل حاجه لاخوه هيموتهم كلهم ايا كان عددهم كام، وبيكسر الموبايل. وبيروح روني وسيا لسوريا وبيروح على قسم الشرطه عشان يبلغ، وبيقول اسم ابو جلال، بس كله بيبص عليه وبيقول لسيا ان هم كلهم متورطين معاه وبيقوموا يمشوا. وهم خارجين بيلاقوا واحد بيقول لهم ان هو عارف فكرم وبيعرفهم على نفسه، وبيقول لهم هو عارف فكرم فين، وبيقول لهم يمشوا وراه، وبيقول لهم يخلوا بالهم عشان الشرطه بتبص عليهم، وبيمشوا وراه وبيكون في واحد من الشرطه ماشي وراهم فعلا وبيعرفوا يهربوا منه ومش بيلاقيهم، وبيقول لهم ان هم دلوقتي في منطقته، وبيقول لهم يبصوا وراهم، وبيلاقي روني ناس بلطجيه داخلين عليهم، وبيطلع اخطر لاهوري سكين على روني وبيقول له يطلع كل اللي معاه، وبيبص روني لسيا، وفجاه تير بيخبط في اخطر وهو ماسك السكينه، وبيقوم تاني مش بيلاقي رجالته، وكلهم بيكونوا مرمين على الارض، وبيخاف منهم، وبيقول لروني ان هو اسمهم في مركز الشرطه وعمل كده عشان يسرقهم عشان يعالج اخوه، فروني بيديله فلوس وبيقول له ما تحاولش تعمل انك بتساعد الناس وتعمل كده تاني، وبيمشي. بس اخطر لاهوري بيقول له ان اخوه مش تعبان وهو اصلا مش عنده اخ، وبيقول لهم ان هو عارف الحراميه والنشالين، وبيفتكر روني هو بيقول له ان حد سرق محفظته وهو داخل الفندق، وبيقول روني ان محفظه فكرم امبارح اتسرقت الساعه 6، وبيقول لهم اخطر هو عارف هيلاقي المعلومات فين وما يلاقوش، وبيرجع الفلوس لروني وبيمشوا سوا، وبيروحوا لاكبر حرامي ويسالوه، وبيكون فعلا سرق محفظه فكرم، وبيسالوا لقاها فين بس مش بيقول لهم، فروني بيضربه بيقول لهم مكان الفندق، وبيكون حد من الشرطه هناك وبيبلغ المدير بتاعه، وبيخرجوا ليهم وبيوصلوا لاوضه فكرم، وبيقول لهم روني ان دي اوضته فعلا، وهو فاكر وهو بيكلمه وبيحكي ليهم اللي حصل بالظبط، واللي خطف اخوه ورمى الموبايل في الارض، فسيا بتدور وبتلاقيه فعلا، والشرطه بتوصل للمكان بس مش بيشوفوا حد فيهم، وبيخرج روني وسيا واخطر لاهوري ومحدش بيشوفهم، وبياخدهم اخطر وبيروح لواحد هاكر عشان يفك البصمات اللي على الموبايل، وبيعرف بتاعت مين. روشي بترن على سيا وبتقول لها ان هي بتحاول تكلم فكرم بس موبايله مقفول، وروني مش موجود وبره طول اليوم، وبتكون قلقانه على فكرم، وبتقول لها ما تقلقش عشان هو كلم روني، وروني قال لها، وهو حاول يكلمها بس ما عرف، وبتطمنها وبتقفل معاها، وبتلف بتلاقي روني، وبيفتكر روني فكرم وايامهم سوا، وبيفتكر ابوه وهو بيقول له يخلي باله من اخوه، وبيعرف بصمات مين اللي كانت على الموبايل، وبيروح المكان اللي هيلاقوه فيه، وبيتفرقوا عشان يعرفوا يسالوا عليه بس محدش بيكون عارفه، وبتروح سيا لمجموعه اطفال وبتوريهم الصوره، بس حد بيصفر وبيمشوا كلهم، وبيشوف روني في الشباك وبيروح له بس بيكون اقوى من روني وبيضرب فيه، بس روني بيبدا يرد عليه الضرب وبيجري من روني، وروني بيجري وراه وبيقول له روني اخوه فين، وبيكون هيقول له اخوه فين بس في عربيه بتخبطه وبيموت. وبنروح بقى لاول لقطه في الفيلم، بس بيكون بيقول لده مش لاخوه، وبيكون ABL اللي بيعذب فكرم وبيرميه وسط الناس اللي هناك، وبيلاقي حفيظه وعيلتها هناك كمان، وبيكون مستغرب ان هم هنا، وبيفتكر روني حاجه وبيرجع تاني للمكان، وبيلاقي علبه الكبريت هي نفسها اللي كانت مع ABL وهو بيولع ليها، وبيطلعوا موبايله وبيبعتوا رساله لABL عشان يقابله، وبيوافق وبيروح للمكان، وABL بيروح وبيكون ابو جلال هناك، وابو جلال بيقول لABL ان اللي بعت لك تيجي هنا هو اللي قتل زيدي، وحد بيقول له ان الشرطه جايه هنا وبيمشوا، وبيلاقي ABL والشرطه بتدخل المكان، وروني بيحط ايده على ابو جلال وبيقول له ان هو كان بيدور على حد ومفكر هو، وبيجي يمشي بس بيقول له يستنى، روني بيقول له ان هو بيدور على اخوه وهو من الهند، وبيقول له لو ما لقيتش اخوك تعالى لي وانا هلاقيه، وبيمشي، والشرطي بيلاقيه وبيقول له انت فاكر ان انا جيت هنا عشان اقبض عليك، وبيقول له زي ما اخوك ظابط كويس في شرطه كويسين برضه هنا، وهو هنا عشان ابو جلال كان هنا، وبيكونوا مسكوا ABL، وابو جلال بيخرج بيلاقي الشرطه في كل مكان، وبيروح على الزباله وبيدهن وشه زباله، وبيقطع هدومه عشان يبان ان هو متشرد يعني، وبيكون ماشي وراهم وبيخلوه يبعد عشان فاكرينه متسول، وبيكونوا ماشيين ورجاله ابو جلال وراهم وبيبلغوا بكل خطوه، وABL بيقول لروني ان هو اخر مره خسر صبعه، بس روني بيوريه ايده، وبيروحوا يقفوا يشربوا قهوه
هو ورجاله ابو جلال وراهم وشايفين كل حاجه، وبيدوا روني فلوس كمان، وبيكون ابو جلال عارف ان هو خانه، وبيقوموا يمشوا وبيسيبوه، وابو جلال بيقول لهم يقتلوه، وبيروح عليه وبيضربوا نار عليه، وبيكون بيجري ورا العربيه عشان يلحقوه، وبيدخلوا معاهم تاني، وبيقول لهم ان هو هيقول لهم كل حاجه هم عاوزينها. ابو جلال بيخطط لنشاط ارهابي كمان 3 ساعات، وبيقول له روني هو فين اخوه، قال له ان هو عند ابو جلال، وهو بيخطط ل10 انفجارات في اهم اماكن موجوده، وبيستخدم الهنود والباكستان، وبيكون اول هجوم على السفاره من جارهم اللي هو اسيف جوز حفيظه، وبتكون سيها تروح مع الشرطي عشان تعرف تميز اسيف، وبيكون روني رايح لفكرم لوحده، وبيكون ابو جلال بيجهز الناس للانفجارات. بنروح للسفاره وبيكون اسيف هناك، وبيكونوا مهددين عيلته بالسلاح، والشرطه بتوصل وبيبداوا يدوروا على عيلته في العربيات، وسيا وبلال بيدوروا على اسيف وسط الناس، وبيشرح ايه بيقل كل حاجه لروني المكان عامل ازاي، وهم بيكونوا بياخدوا الناس من الصحراء وبعد كده بيدخلون المكان بتاع ابو جلال، وده مش حاجه قليله، ده جيش كامل، وبيكون عنده دبابات وهليكوبتر، وبيبصوا روني مش بيلاقوه، وبيكون روني راح هناك وبدا يفجر في المكان، وبيروح يرمي قنابل عليهم كلهم، والمكان بيتدمر، وبينزل روني يكمل على كل اللي موجود هناك، وحد بيقول لابو جلال ان نقطه التفتيش كلها اتدمرت، وبيقول لهم مين بيحاول يخرب الخطه بتاعته، وبيكون فاكر ان امريكا او روسيا او الموساد، وبيكون عاوز يعرف مين، وبيروح روني عند العربيات اللي جايه في الصحراء، وفي عربيه بتيجي عشان تدوسه بس بيكون عامل لهم فخ وبتتدمر كلها، وبينزل الباقي بس روني بيموت فيهم واحد ورا التاني، وبيضرب واحد فيهم وبيمسك السلاح وبيموت الباقي، وبيروح يشوف فكرم وسط الناس اللي موجوده بس مش بيلاقيه، وواحد بيقول له ان فكرم مش معاهم، وبيقول لهم ايه اللي يشيلوا المتفجرات ويخلوا بالهم، وبنروح لاسيف وسيا بتلاقيه وبيحاولوا يهدوه، وبتقول لهم ان هم لقوا مراته وبنته خلاص وبيكلموا في اللاسلكي، وبيقولوا له ان هم كويسين وبيلحقوه قبل ما يفجر حاجه في بنته وهي ماشيه بتدوس على فخ، بس ايه اللي بيقول لها ما تتحركش وبيهديها، وبيقف ايه اللي مكانها وبيقول لها تمشي، وبيقول لاخطر يمشي بالناس وبيمشوا، وبيلاقي عربيه جايه عليه وبيقول لهم يجي عليه وبيفجر اللغم فيهم كلهم وبيموت معاهم، وبيعرف ابو جلال برضو ان الرهائن اللي كانت جايه كلها اتحررت، وبيقول لهم ابو جلال يبعتوا للطيارات، وبيطلع روني يدمر اي حاجه داخله لابو جلال، وبيكون في طياره قدامه بس فجاه بيلاقي التانيه طالعه عليه وكمان بعدها التالته، وبيضرب عليهم رصاص بس من غير اي نتيجه، وبيفضل يجري وبيضربوا عليه صواريخ بس بيلحق يجري وبيمسك في الطياره منهم وبيضرب اللي موجودين جواها، وبيطلعوا يتعاركوا على السطح وبيرموهم من على الطياره وبتكون هتتفجر خلاص، وبينط روني منها قبل ما تنزل، والاتنين التانيين برضه بيتدمروا، وبيجري روني وبيقف على الطيارات. واحد بيقول لابو جلال ان مش امريكا ولا روسيا ولا الموساد، ده واحد بس وبيدور على فكرم، وبيكون مظلوم ان هو واحد بس، وبيضربوا عليه النار بس بياخد باب الطياره ويتحمى فيه والرصاص بيخلص منهم، وبيروح روني عليهم وبيبدا ضرب فيهم كلهم، واي حد بيقرب عليه بيموت، وبيتفادى روني الضرب بتاعهم بمهاره عاليه، وبيروح ابو جلال يسال حد فيهم وبيقولوا له فين فكرم، وبيقول لهم ان هم بيدوروا على فكرم، وبيقول له ان هو ما يكشفش نفسه عشان واحد بيدمر ارضهم كلها وهم خايفين، بس ابو جلال بيكون فاهم الكلام، والدبابات بتدخل وبيوصل بلال وسيا واخطر لروني، وبيكون روني متحط بالدبابات وبيخرج سيا، وبيعرف ينزل من تحت الدبابه وبيضرب اللي موجودين فيها، وبياخد روني سلاح وبيبدا يضرب على الدبابه، وبيخلي واحد يدمر دبابه تانية وبيدمرهم كلهم، والراجل ده بيقول لابو جلال ان ما فيش حد هنا اسمه فكرم بس بيكلمه هندي وبيموته، وفكرم بيقول له ان هو هنا، وبيقول لابو جلال ان هو غلط عشان كل مره تحصل مشكله كان بينادي على روني وكل مره كان بيجي ينقذه، بس المره دي هو ما ناداش عليه، بس هو هيعمل كده دلوقتي، وبينادي عليه فعلا وبيلاقي روني داخل عليه، وابو جلال بيقول له ان هو فكر في امريكا وروسيا والموساد بس انت خلتني ماليش لازمه، وبيقول له ياخد فكرم وبيمشي، بس بيبص على كل اللي هناك، وروني بيقول له ان هو مش هياخده لوحده وهياخد اخواته معاه، قال له ماشي خد كل الهنود، بس روني بيقول له هو ياخد الكل، وبيقول لهم يفتحوا البوابات، وهم ماشيين بيكونوا مسكوا سيا وبيبداوا ضرب في روني كلهم، وبيكون فكرم بيقول لهم يسيبوه، وبيكون روني مبسوط ان اخيرا فكرم بقى بيحاول يدافع عنه، وبيكملوا ضرب فيه كلهم، وبيطلع فكرم على الباب وبينزل لهم وبيضرب فيهم واحد ورا التاني، وبيكون روني بيتفرج على فكرم وهو بيضرب فيهم كلهم، وبيروح فكرم لابو جلال وبيبدا يضرب فيه لحد ما بيزقه على حديد، وبيروح لروني بعدها وبيكون مش بيتحرك، وبيدخل سيا وبتحاول تفوقه بس مش بيفوق، وبيحاول فكرم ينادي عليه زي ما كان بيعمل، وبيفضل ينادي، وبيكون ابو جلال وراهم وبينادي فكرم عليه بصوت عالي، فبيقوم روني وبيمسك ابو جلال وبيموته قبل ما يلمسهم، وبيرجعوا تاني للهند وكل واحد بيرجع لعيلته، وبكده يكون فيلمنا خلص. عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، ولو عايز نتكلم عن اي فيلم اكتب لي تحت في الكومنتات، وبس كده اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.